غادي نسولك واحد السؤال، واش عمرك سمعتي شي واحد قال لك انا راه بديت من تحت الصفر، ولا فايت داز قدامك شي فيديو ديال شي شخص تيقول لهم انا راه بديت من تحت الصفر، ولا جلستي مع شي شخص وتيعاود لك على قصه ديال شي نجاح ديال شي واحد اخر وتيقول لك راه بدا من تحت الصفر ولا من الصفر؟ والسؤال اللي كيتطرح هنايا، واش بصح كاين شي انسان كيبدا من تحت الصفر ولا كيبدا من الصفر، ولا حنا اللي فاهمين الصفر بطريقه خاطئه؟ مرحبا بكم في هذه السلسله اللي سميتها طريق الرزق. هي ماشي سلسله ديال التحفيز وماشي سلسله ديال وصفات الثراء السريع ولا كيفاش غادي تغير الوضع ديالك في مده ديال اسبوع ولا 15 يوم ولا 30 يوم. لا، هاد السلسله غادي نحاولوا نفهموا فيها الرزق بطريقه مختلفه، بالاعتماد على الدين ديالنا ومن المبادئ الاساسيه اللي كيخدم بها الاقتصاد اصلا، ومن الواقع المعاش اللي كنشوفوه وكنعاينوه بعينينا، ومن التجارب ديال الناس اللي كما قلت لكم في الفيديو اللي لقانا بهم القدر وكنتعلموا من التجارب ديالهم. وحنا في البدايه خاصنا نصحوا واحد الفكره اساسيه، لانه الا صححنا المفاهيم حتى التصورات تكون عندنا واضحه. معظم الناس او النسبه الاكبر منهم كيعتقدوا ان دائما البدايات تخصها الفلوس، يعني الا ما عندك الفلوس راه ما عندك والو. ولكن الا وقفنا وتاملنا شويه غنلقاو ان هذه الفكره ناقصه، لحقاش الفلوس كتعتبر مورد من الموارد، او كنقدروا نصطلحوا عليها هي واحد العمود من الاعمده ديال اي مشروع. لكن كاينين موارد اخرى او اعمده اخرى اللي تقدر تبني بهم مشروع ديالك ولا خدمه ولا داكشي انت اللي باغي تدخل منه الفلوس. كاين عندنا المعرفه، كاين الخبره، كاين التجربه، كاين الوقت، كاين الصحه، كاين المهارات، كاين القدره على التعلم. وهذا الشيء كامل نقدروا نصاحوا عليهم هما الاعمده اللي كيكونوا راس المال الحقيقي ديال الانسان. وفي بعض الاحيان هذا الشيء اللي قلت لكم كيتعتبر اهم من الفلوس، حيت الفلوس يقدروا يتوفروا ولكن الانسان الا ما عندوش كل هاد الاعمده يقدر يضيعهم. اما الا عنده هاد الاعمده وعنده هاد المهارات والخبرات والتجارب وعارف شنو كيدير وعنده القدره على التعلم، هادو كيبقاو معاه، يعني في اي بلاصه مشى يقدر يخدم بهم. وهذا المعنى بالضبط كنلقاوه واضح في واحد الموقف مشهور ديال الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، فاش هاجر من مكه للمدينه من اجل انه ينصر الدين ديالو ويلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. خلى بزاف ديال الاملاك اللي كانت عنده في مكه، لكن ملي وصل للمدينه ما كانش يشوف راسو انه انسان غادي يبدا من الصفر. علاش؟ لحقاش كان كيشوف راسو انه عنده راس المال الحقيقي اللي هو الخبره والتجربه والفهم في التجاره، لدرجه ان احد الصحابه كان بغى يتقاسم معاه الملك ديالو ويقول ليه لا، خلي الرزق ديالك عندك والله يبارك لك فيه، ولكن دلني على السوق. وكانه تيقول باللغه ديالنا الحاليه انا راه ما فقدتش القدره على الانتاج، انا خاصني غير المكان اللي نطبق فيه داكشي اللي تعلمت. لهذا اول درس غنقدروا نتعلموه في طريق الرزق هو ما تركزش على شحال عندك ديال الفلوس، ولكن ركز على شكون انت واشنو كتعرف دير، واشنو الحوايج اللي تعلمتي في السنوات اللي مضات من العمر ديالك، واشنو المشكله اللي تقدر تحلها للناس ويعطيوك مقابل ديالها فلوس. حيت الثروه الحقيقيه ماشي هي اشنو كتملك، الثروه الحقيقيه هي تكون عندك القدره على صناعه قيمه معينه تقدر انك تبيعها ومن بعد كتحصل على نتائج اللي كترضيك. دابا يقدر يقول شي واحد راه كلشي مزيان انا فهمت، لكن انا ما عنديش راس المال، ما عارفش اشنو ندير. وانا غنقول لك ممتاز، هذا بالضبط هو الموضوع ديال الحلقه الجايه ديالنا، اللي غتكون الجواب على السؤال واش فعلا اكبر عائق هو راس المال ولا نقص في المهارات والخبرات والتجارب.